السلام عليكم، وشلونكم متابعين؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم حبيت أفرز بانية بما إنه الموسم صيف وأسعار البانية نازلة. جبت هاي الكمية وقلت أشاركها ويا متابعيني وأفرز وياهم. طبعا هاي الكمية مثل ما تشوفوها جاية أنظفها، ويا ريت التنظيف بهيك طريقة على مود يحفظ لنا البانية سنة كاملة تخبل الظل. هسه أنا هاي الكمية مثل ما تشوفوها قدامكم راح أبدي أنظفها كلها وأرجع لكم. هنا بديت البانية نقعتها بمي بمي وملح، وراح أغسلها غسل زين. اللي يقول أنا ما أغسلها غسل زين، لا، احنا راح نفرزها سنة كاملة، راح نطبخها نغسلها شي قليل، فلازم نغسلها غسل زين. والتفريز مثل ما تشوفون يعني مثل الغسل باع الأوساخ والمادة اللي بيها، فلازم تتنظف تنظيف زين. باع الماي شلون طلع يعني أنا من غسلتها. طبعا هسه راح أخلي هذا القدر قدامكم وأخليه لحد ما يغلي، ومن يغلي أخلي عليه خاشوقة أكل شكر وخاشوقة ملح. هو هذا السر اللي يخليها سنة كاملة خضارها يتجنن ومحافظة على خضارها. طبعا هسه راح أخلي البانية مثل ما تشوفون راح أخليها البانية. واللي تسأل على الوقت ايش قد، أقلها 5 دقائق، تخلين الساعة يمك 5 دقائق. لما باع الخضار شلون يجنن صار، راح ابدي اني اصفيها. مخليه يمي معجانه ماي بارد او طاسه ماي بارد، وراح ابدي اصفي من القدر الماي اللي يفور للمعجانه الماي بارد مال الحنفيه. واذا ماي الحنفيه حار تحطون ماي بارد من الثلاجه. هسه طبعا بردت عندي، راح ابدي اصفيها بمصافي، ومن بعد ما صفيتها خليتها بهاي الاكياس. وسهمنا وسهمكم العافيه. لا تنسون من اللايك والاشتراك. مع السلامه.